صباح الخير عليكم. اش اخباركم؟ كي دايز نهاركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انت ولا انتي نيت شنو تديروا؟ وقفوا واحد الدقيقه، غير دقيقه، غير 5 دقائق. سمع لي اش غنقول لك. تقدر هضرتي تعجبك وتقدر ما تعجبكش، ما تخسر والو. 5 دقائق سنين ودازو، بقات غير على 5 دقائق. يلا سمعني اش غنقول لك. اليوم بغيت نقول لك واحد الحقيقه اللي يمكن تغير حياتك كلها. انت ما خاصكش الوقت بزاف، انت خاصك غير تغييرات صغار ولكن يكونوا مهمين. كنتي كتظني حياتك غادي تبدل نهار تلقى الوقت، ولكن الحقيقه نو، الوقت ما غاديش يجي، انت هو اللي خاص تصنعو. بغيتك تعطيني غير 10 دقائق من وقتك وغادي نرجع سنين من حياتك اللي كانت غادي تضيع بلا ما تحس. جلس مزيان، خد نفس وركز معايا، حيت هاد الفيديو ماشي غير فيديو عادي، هادي واحد الصرفيقه صغيره ولا واحد القريصه بنينه غير باش تفيق. غادي نبدا بحقيقه بسيطه. معظم الناس ما كيموتوش في 60، كيموتوا في 20 وكيتم دفنهم في 80. عارف علاش؟ حيت كيكونوا غير آلات، نهار كامل كيدوز نفسه، خدمة، خرجة صغيرة، ماكلة، تليفون، نعاس، وتعاود من الأول. ولكن أسوأ حاجة ما كيعرفوش أنهم ضايعين، كيعرفوش راه حياتهم كلها هكا، بحال واحد غارق في البحر ولكن ما حاش بالما. هنا كنتوقف وكنسولك، آخر مرة درتي شي حاجة جديدة؟ آخر مرة حسيتي براسك حي؟ آخر مرة وقفتي على راسك وقلتي أنا غادي نبدل؟ غالبا غادي تكون فاتت شهور ولا سنين. هاد الفيديو باش يفيق هذاك الروتين النعاس، باش يعطيك الشوك خفيف ولا واحد القريصة خفيفة، باش يقول لك راك مازال عندك الوقت، ولكن ماشي لا بقيتي هكذا. كنقولها لك بصراحة، السر ماشي في انك تخدم 14 ساعة في النهار، ماشي انك تفيق في 3 الصباح، ماشي ان تحرك راسك كل نهار. السر الحقيقي هو المجهود الصغير اللي كيتعاود كل يوم، داكشي اللي كتظن ما عنده قيمة، شي حاجة صغيرة هي اللي غتعطيك نتائج خيالية. مثلا الا تعلمتي شي حاجة جديدة 10 دقائق كل نهار، اي مهارة شما كانت، لغة، رياضة، خدمة، أي حاجة اللي عطيتيها 10 دقائق كل نهار، هاد 60 ساعة في السنة وفي 10 سنين كتولي 600 ساعة اللي كتساوي مهارة كاملة، مهنة، دخل إضافي، حياة مختلفة. ولكن الناس ما كيهضروش هاد ال10 دقائق، ومع ذلك تيبغيو نتائج كبيرة، وهاد الشي راه شي مستحيل. سول نفسك علاش أنا ما تقدمتش؟ حيت ما كندير والو ولكن كنبغي كل شيء. انت باغي دير كل شيء، ولكن اشنو اللي حابسك؟ هنا نبغي نقولك وقف واحد الدقيقة وسول نفسك واحد السؤال قاصح. شنو الحاجة اللي إلا كررتيها غير 10 دقائق في النهار غادي تغير حياتك؟ هذا هو التمرين الأول اللي غيجاوبك في دماغك دابا، هو اللي غيقول لك اشنو الحاجة اللي درتيها كل نهار وتعلمتي ليها غتغير حياتك للأحسن. فكر فيها مزيان، عطيها واحد الدقيقة، ما غتاخدش وقت بزاف، وغادي تعرف اش من طريقة تشد. فكرتي؟ لقيتي الجواب؟ مزيان، كنتمنى تكون لقيتي الجواب. الا بغيتي تقاد غير لاطاي، عطي غير لي 10 دقائق في النهار وشوف كي غتولي من هنا لواحد الشهر. المهم نكملوا الهضره ديالنا، انا متاكده غادي تكون مزيان ولقيتي الجواب ديالك. ندوزو لحاجه اخرى، بغيت نقول لك على 3 الحوايج صغيورين، واحد الوقيته تيدوزو صغار ولكن هي اللي كتحكم في الدنيا كامله ديالك. النهار اللي كتفيق فيه، النهار كيبدا قبل ما تحل عينيك، خاصك ديرها هادي في دماغك. نهارك كيبدا قبل ما تحل عينيك، كيبدا بالعقليه ديالك. كتفيق كتسول واش غادي نربح اليوم ولا غيربحني. دير معايا هاد التمرين كيف ما غنقولوا لك قبل ما تنوض من فراشك غدا في الصباح ان شاء الله بحول الله. كيف تفيق؟ قول هذاك في راسك، قول اليوم ما غاديش يدوز غير هكاك مرور الكرام ويدوز كيف ما كان. اليوم غيدوز باباه كما بغيت انا يدوز. وفكر فيها مزيان وشوف كي دايره. ملي تحل عينك في الصباح
بداها بالحمد لله، سورة الفاتحة، احمد الله على كل شيء، واعلن إخلاصك، واعلن توحيدك، واعلن استعانك بالله. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. وقرأ سورة آية الكرسي، ماشي سورة الكرسي سوري، آية الكرسي اللي هي أعظم آية كاينة في القرآن، باش تحميك من كل شي السلبيات اللي غيكونوا وما فيها باس. نتمنى نقولوا الحمد لله على كل شيء اللي عندنا، كل واحد وعلى اللي قدو. انت عندك النعم بزاف واللي ما عمرك ما فكرتي فيهم. طريقة باش تفيق، راك ناعس وتتقدر تنعس، هكاك تتحط راسك في المخدة وتتنعس. اما كاينين بزاف د الناس اللي خاصهم الدوايات وخاصهم ما عارفه شنو باش ينعسوا، وتتفيق وتحل عينيك، تقدر تدخل الطواليت، تقدر تخرج من الطواليت على خاطرك، تقدر تمشى، تقدر تشوف، تقدر تبنن، وتقدر تشم. هادشي كله خصنا نقولوا الحمد لله عليه ونشكروا الله عليه. اسيدي مني غير من فيقنا من النعاس نقدروا نعسوا ما نفيقوش، قولوا الحمد لله. نتمنى نكونوا تنصليو، ولا ما كناش نصليو الله يهدينا ونوليو نصليو. حتى هذه من الحوايج اللي تقدر تبداها غير بشويه بشويه، مره دير لك ركيعه، مره دير لك صلاه، شويه بشويه تتعلم. ديسيبلين تيجي، ما كيجيش غير ما ما بالموروفيشن. خاصهاش التشجيع. حتى حاجه ما تجي بالتشجيع، كل شيء تيجي بالديسيبلين، كل شيء تيجي بالعادات، العادات الصغيره. التكرار كنا تنسمعوا فاش كنا صغار، كنا نضحكوا عليها، التكرار يعلم الحمار. لا سيدي، حتى التكرار تيعلم الحمار واللي ماشي حمار. الا ما كنتيش تكرر الحاجه وتعاودها وتعاودها ما غاديش تولي برو فيها، لانه حتى واحد ما تولد معلم، وحتى واحد ما تعلم تيعرف. وكلنا عندنا 24 ساعه في النهار، وكل شيء عطانا ربي القدرات اللي عندنا، لا العقليه ولا الجسديه. هادوك الناس اللي داروا الفلوس داروا حيت حسب الاصرار ديالهم، كل واحد ورزقه. اياه ولكن حنا راه كلنا فحال الا بغينا نوصلوا لهذاك الرزق غادي نوصلوا ليه. نرجع نفكرك في التمرين اللي خصك دير كي تفيق، تحل عينيك، تحمد الله وتشكرو، ونفيقو ونصحصحو ونقولو هاد النهار باباه غادي يدوز كيف حنا بغيناه يدوز، ماشي كيف هو معول على راسو يدوز. اتفقنا؟ ولكن كل شيء باذن الله، غير توكل على الله وربي غيسهل لك الامور كلها. ودابا فكر في هادشي اللي قلت لك مزيان، وتسناني في فيديو جديد نكملوا الهضره كيفاش غدا. نهارك مبروك.